تمرين ممكن يحسن كفاءة النوم. عايزين نتكلم في الموضوع ده. اولا عايزين نتكلم ان ممكن التمرين يحسن كفاءة النوم، بس حسب. يعني ايه؟ يعني انا عايز اتمرن، يبقى انا هتمرن في وقت قبل النوم بفترة كافية. ايه الفترة الكافية؟ من 3 ل 8 ساعات، يعني مينيمم ممكن نقول ساعتين. يعني في اقل حاجة 3 ساعات، خلينا نعدي ساعتين. ليه؟ احنا اتكلمنا او احنا عارفين ان التمرين نفسه بيعلي الهارت ريت، بيعلي معدل ضربات القلب، بيخليك تنهج وضربات قلبك تزيد. فضربات قلبك تزيد يعني معدل ضربات قلبك زاد، فانت هتبقى معلي فيك الهرمونات بتاعت التركيز والادرينالين والكلام ده، فبالتالي هيبقى صعب تنام. فعايز فتره كافيه ان الهارت ريت بتاعك يرجع للنورمال تاني. ليه؟ عشان تهدى تاني وانت لما تيجي تنام الهارت ريت بتاعك بيهدى وتهدى وتحصل ريلاكسيشن وتنام. فهيبقى صعب ان انت تكون لسه متمرن وتخش تنام، او مش حتى لو نمت الكواليتي مش تبقى افضل حاجه. فانت عايز تحسن الكواليتي، ابعد التمرين عن النوم بس اتمرن. طب اتمرن ليه؟ اول حاجه التمرين هيبقى يزود احتياجك للنوم، هتبقى جسمك تعبان شويه فهو عايز ينام، فبيزود احتياجك للنوم. تمام. التمرين هيحسن المود وهيقلل الاسترس، فهيخليك لو حتى متضايق من حاجه او بتفكر في حاجه طلعت الطاقه السلبيه بتاعتك في التمرين.